على إثر معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف، مفادها وجود شاحنتان محملة بمادة الشمة المقلدة على مستوى إقليم بلدية قلال جنوب الولاية. وبعد تفتيش المركبتين عثر بهما على 545 علبة معبأة بمادة الشمة تحتوي على 136,250 كيس. نتابع المزيد مع زميلنا حبي نصر الدين. إثر معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها وجود شاحنتين معبأتين بمادة الشمة المقلدة على مستوى إقليم بلدية قلال، بالضبط أولاد بوطارة. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، إن عثر على المركبتين وبعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا عثر بهما على 545 كرتون معبأة بمادة الشمة تحتوي على 136,250 كيس معبأة بمادة الشمة بمبلغ مالي قدره 7,630,000 دينار جزائري. على الفور تم توقيف المركبتين وتحويلهما نحو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الأبطال التي تحقق في القضية. سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. تضع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن مختلف الجرائم.